اهلا بيكم في قناتنا مطبخ فراولة. النهارده بقى هنعمل سمك بلطي مقلي رائع رائع رائع. هنعمله بالطريقه الاصليه بتاعته، بس هنحط كام حاجه كده بتخلي التيست بتاعه والطعم في حته تانية. بجد رهيب، اوعدكم مش هتبطلوا تعملوه بالطريقه دي. يلا نشوف هنعمل ايه. بس اذا كنتم اول مره تشوفوني انزلوا وفعلوا الجرس واشتركوا في القناه عشان توصلكم كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديده. معانا هنا شويه سمك حلوين قوي، بلطي متنضف جميل، حجم وسط. منقياه حجم وسط، لا كبير خالص ولا صغير خالص. هغسله كويس جدا جدا وهنقعه في ميه بملح لمده ساعه علشان ينزل كل الزفره بتاعته. وزي ما احنا شايفين قلبه ابيض ومتنضف كويس جدا بفرشه، وسلسله الظهر متنضفه كويس جدا. معانا هنا شويه توابل نلتزم بيها يا جماعه علشان كل تابل منهم بيفرق في الطعم وفي التيست. معانا هنا معلقة من الكزبرة الحب المطحونة، معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الأسود، ربع معلقة من الكركم، وربع معلقة من الجنزبيل. والتوابل دي ما ينفعش نستغنى عنها، بكررها. شوية بقى توم مفرومين حلوين، على شوية عصير ليمون ومعلقتين خل وملح وشوية شبت، معلقة شبت كبيرة ما ينفع نستغنى عنها، بس بتدي تيست حلو جدا. يعني لو عندك ما تستخسريش حطيها، بتفرق جدا في الطعم. هنيجي بقى نحط كل الخلطة الحلوة دي على بعضها زي ما احنا شايفين كده. كل الخلطة دي على بعض بنخلطها كويس جدا، وبنتبل بيها السمك بتاعنا وبنسيبه لمدة ساعة علشان يتشرب التتبيلة دي. احنا هنا مقطعين طبعا شرايح كده السمك علشان يتبل كويس والتتبيلة تدخل جوه لحم السمك. انا كمان وانا بقطع السمك وبنضفه بحب ان انا افتحه من الظهر علشان كل سمكية بتبقى قطعتين. ده بيسهل التتبيله بتدخل لجوه وبتستوي اسرع كمان، وبيمتص التتبيله اسرع. تعالوا بقى نعمل تغطيه للسمك. بنجيب كوبايتين او مجين من السمك من الدقيق العادي بتاعنا، بنحط عليه معلقتين كبار من النشا. ودي خطوة حلوة جدا، ينفع طبعا تستغنى عنها براحتك، بس انا بيفرق معايا يبقى مقرمش. انا بحبه جدا يبقى مقرمش. بعد ما بتبله، هي ربع ساعة بسيبها في تتبيلة الدقيق والنشا. زي ما انتم شايفين كده بتلزق بس التغطية بتاعته عليه. بنزل بقى فيه زيت ساخن، لازم يبقى سخن. بنزل بالسمك بتاعي على درجة حرارة متوسطة. بلاش يا جماعة نعلي النار على الاخر، وبلاش نوطيها على الاخر. هي الدرجة المتوسطة للنار بتبقى حلوة جدا وكافية ان هي تسويه تسوية حلوة وفي نفس الوقت مقرمش، وبرده ما بيتحرقش من الزيت. انا بحب دايما في السمك احط شرايح من الليمون زي ما احنا شايفين كده شرايح. ما بتديش زفارة خالص للشقة عندك او للبيت، ما بيبقاش كله ريحته سمك. يعني بتفرق جامد فكرة ان انت تحطي الشرايح الليمون دي. اول ما تبقى شريحة الليمون بالشكل ده بتطلعها فورا وتحط غيرها. يعني تقريبا ليمونتين ونص، بتقطعيهم شرايح بتخلصيهم من خلال تسوية السمك كله كل الكمية. هنا وصل معايا بقى اللون الذهبي الجامد ده ومقرمش من بره وجميل، بنطلعه فورا. في زيت بقى على النار هحط بصل مبشور علشان نعمل رز الصيادية بتاعنا الجميل. ونراعي ان البصلاية اللي انا ببشرها بتكون بشرة خشنة مش ناعمة. هقلب بقى كويس جدا على نار متوسطة مش عالية علشان الحلة بتاعتي متتحرقش، وفي نفس الوقت مش واطية قوي. بخليها درجة حرارة متوسطة، وطول الوقت هقعد اقلب فيه. طول الوقت هقلب فيه، وبكون في الوقت ده بسخن مية علشان آه هنزل عليه بمية مغلية. لازم تكون المية مغلية يا جماعة، ما ينفعش تكون المية فترة. هقلب كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، متابعاه بنار متوسطة مش عالية. وبعدين هنزل معايا بمعلقة من الملح بفلفل، ده بيسرع من عملية التحمير للبصل. واقلب كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. اول بقى ما الاقي اللون الذهبي الجميل ده، بنزل بقى بمعلقة صغيرة من السكر، بتعمل لي كرملة حلوة جدا للبصل لغاية بقى ما يوصل معايا للون الجامد ده. عايزاه اللون ده بالظبط ذهبي غامق، مش ذهبي فاتح، ذهبي غامق، يكون متكرمل كده زي ما احنا شايفين. وهننزل في اللحظة دي بالمية بتاعتنا على قد كمية المية، على قد الرز اللي انا هعمله بالظبط. طبعا ده على حسب الرز اللي انت هتعمليه نوعه بياخد مية كتير او لا، على حسب نوع الرز بتاعك.
هنا بقى هنزل بمعلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة من القرفة، والقرفة هنا بتدي طعم رهيب وبتعلي من التست. هنا بقى بنزل اول ما بيغلي الخلطة ده، بنزل بالرز بتاعنا وبخليه على نار متوسطة. اول ما يبتدي يتبخر ويطلع بخار بوطي النار خالص لغاية ما يطلع احلى رز صيادية ممكن تاكلوه. جامد يا جماعة، جميل جميل جميل. هنا بقى السمك بتاعنا طلعناه على رز برضو، طعمه رهيب، ريحته جامدة، يعني شوية شبت كده من فوق رشتهم للتزيين، بس جامد فعلا، مقرمش من بره ولذيذ جدا من جوه بجد. الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. لو عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو انزلوا قولوا ارائكم في الكومنتات، اكتبوا كل اقتراحاتكم، اعملوا شير ولايك للفيديو، دي حاجة بتبسطنا وبتسعدنا. شكرا ليكم ولمتابعتكم.